يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات. السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ أحوال طيبة؟ كنتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال نتوما بإذن الرحمن. كتشاهدوا هذا الفيديو أول حاجة دائما كندعيو مع الإخوان والأخوات ديالنا في كل بقاع الأرض، وخصوصا أخواتنا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم عما قريب. فنجوزوا الموضوع ديالنا أخواتي، اللي موضوع مهم كنتمنى أنكم تسمعوه بأذن صاغية. هاد الكلام اللي غادي نقول اولا كنصح به نفسي، ثانيا الاخوات الغاليات اللي كنحسبهم بحال يعني بحال خوتي عادي جدا، بحال اللي كتنصح شي وحده حداك، ولا شي اختك معاك، ولا شي صاحبتك، ولا شي صديقه ديالك كتعرفها مقربه. ف يعني هادشي اللي هو القصد ديالي، فنسال الله سبحانه وتعالى دوصل الرساله. فكما كنعرفوا اخواتي الصيف على الابواب، الصيف هو داخل، ولينا كنشوفوا بزاف د الاخوات اللي نسال الله سبحانه وتعالى يعني يثبتهم، نسال الله سبحانه وتعالى يهديهم. واحد اللباس اللي نسال الله العفو والعافيه، سواء نهضر على الاخوات المحجبات، يعني خصوصا الاخوات المحجبات. يعني انتينا محجبه وهداك الله سبحانه وتعالى الحجاب الشرعي، فالحجاب الشرعي راه عنده قواعد وعنده يعني مواصفات وعنده الشروط ديالو. فماشي اي لون كنلبسوه، ماشي اي ثوب كنعملوه علينا فقط حنا محجبات وصافي وكنخرجوا. لا، راه الحجاب عنده الشروط ديالو. الحجاب ما خصوش يكون يعني مزخرف، ما خصوش يكون عاطل الزينه، ما خصوش يكون فيه كثره الالوان، يعني بزاف د الالوان اللي كتثير الانتباه ديال الانسان. ما خصوش يكون كيبين، يعني بزاف د الاخوات نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه لهم كتكون لابسه كما كنقولوا حنا الكسوه، كسوه طويله، يعني كسوه محجبه لكن كتبين الثوب ديالها خفيف بزاف. ومع العلم انها لابسه خمار، مع العلم انها كما قلت لكم كسوه طويله، لكن هذيك الكسوه راه الداخل اللي لابسه من الداخل كلشي كيبان. وكذلك اخوات المنقبات، يعني كيلبسوا النقاب ولكن كيلبسوا شي الوان راه كتثير اكثر من وحده اللي هي متبرجه اللي لابسه لباس عادي. فإنسان ملي كيعمل واحد الحاجة وكيتقرب بها الله سبحانه وتعالى، وهي فرض علينا على جميع النساء المسلمات، فخصنا نعرفوا الشروط ديالنا. ما نبقاوش غير كنلبسوا صافي، اولا كنلبسوا مثلا الحجاب وكنلبسوا من فوق منه مثلا شي كابا اولا شي قميجه من فوق اللي كتبين الخصر ديال المراه، يعني كتبين لك الفورمه ديالك ما بين يعني كتقسم لك النص الفوقاني بوحدو والنص التحتاني بوحدو، يعني كتبين لك لاطاي ديالك كيفاش ماشيه. فهذاك ماشي حجاب، يعني ما عمره كان حجاب، وماشي الحجاب اللي يعني الشروط اللي قال عليها الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. فالحجاب عنده الشروط ديالو. حجاب يعني فضفاض، اول حاجه خصو يكون فضفاض. يعني شنو فضفاض؟ واسع، يعني ما كيصفلكش المواصفات، ما كيبينلكش يعني الملامح ديال الجسد ديالك. تاني حاجة ما يكونش مزخرف، يعني ما يكونش فيه كثرة الألوان والزواق والطرز والعقيق، وكما كنشوفوا دابا بعد كيلبسوا العبايات، لكن هذيك العباية سبحان الله كاملة مطروزة كاملة، يعني حنا كنساء كتثير الانتباه ديالنا، كنبقاو نشوفوا فما بالكم بالرجال. يعني خصوصًا كما قلت لكم يعني ملي كيدخل فصل الصيف، باقي فصل الشتاء، يعني كيكون هادوك الألوان المغلوقة، كتكون مثلًا كيلبسوا شي حاجة اللي مستورة من فوق، يعني كما كنقولوا حنايا التوكة من فوق هكذا واسعة، شي حاجة اللي كتكون مستورة. يعني الإنسان كيكونوا لابسين بزاف، يعني الحوايج بزاف، فما كد الإنسان ما كيثيرش انتباه بحال الشتوى. الشتوى الإنسان كيخفف الحوايج وكيلبس هذيك الملابس اللي من فوق، يعني كعباية كشي حاجة اللي كتكون خفيفة، ومن تحت ما كيكونوش لابسين، يعني المرأة الجسد ديالها كما هو. فكما قلت لكم نحترموا هذا اللباس، ما نخليوش الانسان واحد اخر اللي باغي يعمل لباس انه يعمل من ناقص من هذاك اللباس، لان اللباس هو فرض. فرض كما قلت لكم، يعني فرض الله سبحانه وتعالى، ماشي انا وماشي واحد اخر وماشي اي انسان، راه الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات راه فرض علينا اللباس. يعني المحتشم، اللباس اللي يكون واسع، اللباس اللي يكون فضفاض، اللباس اللي يكون كما قلت لكم غير مزخرف، اللي يكون الانسان مثلا داك الجلالب اللي كنلبسو، واخا كاين بعض الاخوات كتقول لك انا كنلبس جلابه ولكن واسعه،
واخا كانت لبسة واسعة، لكن ملي كنمشي تشوفها راه تبارك الله ما شاء الله جميع الألوان فيها، جميع المزخرفات فيها، جميع الطرز فيها. مثلًا ملي كتجي نشعرها كتجبرها غير بواحد السبينية اللي خفيفة، اللي ما كتغطيلكش مثلًا الصدر ديالك، ماشي واسعة، يعني ماشي خمار اللي يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: "وليضربن بخمورهن على جيوبهن"، يعني ماشي خمار، أنتِ لابسة غير سبنية فقط، يعني الصدر ديالك، الكتف ديالك، كلشي كيبان. فالإنسان أخواتي كما كنقولوا اليوم الدنيا وغدا الآخرة، الإنسان غادي يتحاسب، الإنسان الله سبحانه وتعالى ما خلقوش يعني عبث، الله سبحانه وتعالى أي حاجة خلقها في الدنيا راه خلقها لواحد الغرض، فالإنسان خلقو الله سبحانه وتعالى للعبادة ديالو، خلقو أنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. راه ربي أمرك بالحجاب وراه خصك تقول سمعنا وأطعنا، يعني الحجاب اللي هو فرض راه مصلحة ديالنا، داك الحجاب اللي عطانا الله سبحانه وتعالى ماشي يعني ضرر لينا، بالعكس راه للمصلحة ديالنا. راه بزاف الإنسان كتخلي الناس آخرين يحترموك، راه كتحافظ على الجسد ديالك، كتحافظ على الجسم ديالك، كتحافظ على النظرات الآخرين ليك، فكتكون دائمًا محفوظة من عند الله سبحانه وتعالى، وكتكون في العبادة. يعني المرأة المسلمة المحتشمة اللي كتخرج بالحجاب ديالها كما ينبغي بالشروط ديالو، راه هي في عبادة، راه كتخرج من البيت ديالها في عبادة، وكترجع للبيت ديالها في عبادة. حتى كما قلت لكم إذا وقعت لها شي حاجة ولا قدّر عليها الله سبحانه وتعالى شي حاجة، فكتوقع لها وهي في عبادة، فما بالكم بأخرى اللي كتخرج مثلًا متبرجة، يعني لابسة واحد اللباس اللي غير محتشم، واخا أنها في العقل ديالها أنها لابسة لباس المحجبات، لكن هذاك اللباس ما كيرضيش الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم، واخا عاملة الغطاء للرأس، واخا لابسة الحجاب مثلًا واسع عليها، لكن هذاك الحجاب كما قلت لكم يعني مزخرف، خفيف كيبين، واخا واسع. كما قلت لكم بزاف د الأخوات شفتهم والله العظيم إلا زعما كنقول واش ما كيشوفوش راسهم في المرايا في الدار ملي كيكونوا خارجين، واش ما كيشوفوش راسهم في المرايا كيفاش الجسد ديالهم يعني مصور، يعني ملي كتخرج الجسد ديالها مصور، مع العلم أنها هي براسها في العلم الدراسة. والله العظيم هاد اليومين خرجت شُفت واحد الأخت لابسة خمار وكسوة، يعني كسوة طويلة ما شاء الله، لكن هاديك الكسوة اللون ديالها مفتوح، يعني عاطين ديك الشيبي اللي بحال لون السماء. وخفيف راه اللين داخل كامل على برا، يعني داك الشي الملابس الداخلية كاملين مصورين على برا، مع العلم أنها لابسة خمار، لابسة كسوة طويلة، لكن سبحان الله هاديك الكسوة ما سترح حتى شي حاجة، حتى شي حاجة. فنسأل الله العفو والعافية. دائمًا أخواتي ملي نكونوا خارجين بيوتنا نشوفوا راسنا، نشوفوا يعني حنايا مثلًا عاملين هذاك الحجاب ويعني عاملينه أننا باغيين رضا الله سبحانه وتعالى، أول حاجة هو رضا الله سبحانه وتعالى، نعرفوا شنو هي الشروط د الحجاب. وما نزيغوش من دخول الصيف، راه الصيف راه كتمشي، راه بزاف د الناس وصل الصيف وكان هذاك آخر الأعمار ديالهم، ما وصلوش لفصل الشتاء، فما نبغيوش أننا نمشيو عند الله سبحانه وتعالى وهو غاضب علينا. يعني هذاك اللباس راه غتحاسب عليه، يعني بزاف د الناس راك كتفتنهم وما يعني ما كدردش البال لراسك، شحال د الناس شافوا فيك، شحال د الرجال ولا النساء ولا يعني شافوا فيك، راه حتى المرأة وإذا شافت فيك وتفتنت بك راه ما خلات من الراجل ما يقول. ف نحرصوا على هاد الأمور أخواتي، ما تغرناش الصيف، راه الصيف كتجي وكتمشي، سعدات واللي بقى مشبّت بدين الله سبحانه وتعالى وبداك الشي اللي أمر الله به سبحانه وتعالى. ف يعني كما كنعرفوا أن الحياة قصيرة جدًا، بحال اللي دخلتِ من هاد الباب وغتخرج من هاد الباب، راه الإنسان نهار اللي كيتوفى ولا نهار اللي كيكبر في الأعمار ولا ملي كتسقسيه يعني كيفاش عشتِ كيقول لك سبحان الله بحال اللي ما عشت والو. بحال اللي صافي خلقت جبرت راسي أنني عندي 60 ولا عندي 70 ولا عندي 80 صافي كنستنى الأجل ديالي. فالحياة قصيرة جدًا يعني وخد بالكم راه طويلة، راه قصيرة جدًا، جدًا، أكتر من كتخيّل العقل ديالكم. ف يعني نغتنموا الفرصة في رضا الله سبحانه وتعالى، نغتنموا الفرصة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي التقرب من الله سبحانه وتعالى. كنا كنعملوا شي ذنوب، كنا كنخرجوا متبرجات، دابا أنا هدرت على الناس أولا النساء أولا البنات اللي هما متحجبات، اللي هما لابسين الحجاب. فما بالكم بالبنات ولا النساء اللي هما غير محجبات ولا يعني متبرجات بكل المعاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لهم، نسأل الله سبحانه وتعالى يعرفوا هذيك المعصية شحال كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، ونعرفوا بأن المتبرجة ملي كتخرج بواحد الزينة أمام الناس راه هي في غضب من الله سبحانه وتعالى، العكس الأخت اللي هي محجبة هذيك اللي كتخرج يعني بالوجه ديالها مزخرف، اللي كتخرج باللباس ديالها عاري، اللي كتخرج بالشعر ديالها عاري، اللي كتخرج من الباب د الدار ديالها وهي كتفتن في عباد الله،
يعني هي في غضب من الله سبحانه وتعالى. تعرف ما بينه وبين راسها تقول أنا خارجة، كما قلت لكم أخواتي، تعرف راسها بأن هي خارجة ولكن في غضب الله سبحانه وتعالى غاضب عليها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بواحد الحاجة، والله سبحانه وتعالى ملي كيأمرك بواحد الحاجة يعني خصك تطيع الله سبحانه وتعالى، إذا ما طيعتيش فطبعا الإنسان كيدير المعصية من عند الله سبحانه وتعالى. والحجاب بزاف كيقول لك لا النقاب ماشي، هاد الأمور هادي راه عرفناها وبحثنا فيها وبزاف د الناس بحثوا والحمد لله، بزاف د الأخوات عرفوا الصح وعرفوا الحقيقة ومشاو وعملوا الحجاب ديالهم كما ينبغي بالشروط ديالو، خوفا من عقاب من الله سبحانه وتعالى، لأن يعني غادي نتحاسبوا، عارفين راسنا غادي نتحاسبوا. فما تغرناش الدنيا نقولوا حنا باقيين صغارين ولا باقيين، بالعكس الإنسان كثر ما وهب نفسه من الله سبحانه وتعالى هو باقي صغير، كثر ما الله سبحانه وتعالى كيكون يعني يتعجب، الله سبحانه وتعالى يتعجب من هذاك الإنسان اللي هو باقي صغير، باقي كيفتن، باقي يدلبس كيفاش كيخرج، يعني أي واحد يقدر يفتنه، لكن هو ما بغاش داك الشيء كامل، بغى رضا الله سبحانه وتعالى. تحجّب أولا عمل هداك النقاب ولا ستر نفسه لله سبحانه وتعالى، وهب للحياة ديالو لله سبحانه وتعالى، هذا كيكون الأجر ديالو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ودائمًا يعني سبحان الله كيكون في رضا الله سبحانه وتعالى، ودائمًا حتى وإذا خطا ولا، لأن حنا ماشي ملائكة، حنا بشر، واخا الإنسان كيعمل النقاب واخا كيتقرب الله سبحانه وتعالى فهو كيخطا، ضروري ما يخطا، لأن هذه من أصل الإنسان المسلم، ضروري يعني الإنسان ملي كيخطا العيب هو أنك تبقى مُصِر في الخطأ، هذاك هو العيب، لكن الإنسان ملي كيستغفر الله سبحانه وتعالى وكيرجع من طريق الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى كيفرح بالعباد ديالو اللي كيعترفوا بالخطأ ديالهم وكيتوبوا لله سبحانه وتعالى وكيعترفوا بالذنوب ديالهم وكيرجعوا لله بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، و وداك الشي اللي كانوا كيقصّروا فيه في الحياة ديالهم راه كيعوضوه بإذن الله مادام الحياة بقى، مادام الروح باقا كطلع وتهاود فيهم، مادام ما مشاوش على المعصية، مادام ما مشاوش هُما غضب عليهم الله سبحانه وتعالى، فكيكونوا لحقوا نفسهم. كنتمنى أنكم حتى نتوما إن شاء الله بإذن الرحمن اللي كان ماشي في واحد الطريق اللي ماشي هي هذيك، اللي كانت ماشية في الحجاب ديالها غير صحيح، الحجاب غير يعني بالشروط ديالو، ندخلوا نبحثوا نشوفوا شروط الحجاب كيفاش هي، ما نبقاوش غير كنتبعوا بنت خالتي وبنت عمتي وهذه كيفاش كتلبس، لأ نتبعوا ما قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، باش هكذا يعني